مرحبا يا أصدقاء، اليوم سوف نشرح أول حلقة من كرتون وقت المغامرة ونلخص أهم تفاصيل الحلقة. تبدأ الحلقة ونحن نرى أن جيك وليدي يلعبان معا، وأميرة العلكة وفين يقومان بتجربة في أحد مقابر مملكة أو لإعادة إحياء الموتى، ونرى أنهم بالفعل قد جعلوا أحد أفراد الشعب الحلوى يتحول إلى زومبي وكأنه متأثر بقنبلة الفطر، وبعدها نراه قد جن جنونه وبدأ بالقفز حتى سقط في ذلك السائل الذي يحيي الموتى وقد سكب على جميع القبور، وبعدها نعلم أن الزومبي متعطشين للسكر. فعلمت أميرة العلكة أن الزومبي سوف يهاجمون المملكة لأنها مصنوعة من الحلوى، فرحلت هي وفين وقاموا بجمع شعب مملكة الحلوى جميعا ولحق بهم جيك وليدي أيضا، وكذبت عليهم أميرة العلكة بأنها قد أحضرتهم إلى هنا من أجل حفلة مبيت، وقد أخبرت أميرة العلكة فين أن لا يخبرهم بشأن الزومبي لأن شعب الحلوى إذا شعروا بالخوف فإنهم ينفجرون. وأيضا قد أخبرته أنها سوف تحاول صنع ترياق مضاد للزومبي وعليه أن يحمي شعب الحلوى بينما هي تقوم بصنعه، وطلبت منه أن يقوم بوعد ملكي بأن لا يفشي السر. وبالفعل قد أخفى الزومبي على شعب الحلوى أكثر من مرة، ولقد خدعهم فين بذكائه وجعلهم يغلقون جميع الأبواب والنوافذ، وقد عصب أعينهم للعب لعبة البنياتة. وعندما دخل الزومبي إلى القصر قام شعب الحلوى بالقضاء عليهم على أنها لعبة البنياتة، وبعدها قد خرجت جيك وليدي من الغرفة وقد سأله جيك عما يجري، فقال له فين عن قصة الزومبي، مما أدى إلى تجمد كل شعب الحلوى الموجود في القصر وجيك أيضا لتخرج أميرة العلكة وتقول له لتبدأ الأرض بالاهتزاز وظهور حارسي العلكة ويقومان بإمساك فين وأميرة العلكة لمعاقبة فين بإفشاء سر ملكي، ولكن لحسن حظه قد تدخلت أميرة العلكة وأن هناك طريقة لتفادي العقوبة، وهي بحل مسألة رياضية، والمسألة عبارة عن 2 زائد 2، وبالفعل قد أجاب فين ب4 لنرى أن الزمن بدأ بالعودة للوراء، وتكتشف أميرة العلكة أن آخر رقم لصنع الترياق هو رقم 4، وقد استطاعت بعدها إعادة إحياء شعب الحلوى. وهنا قد انتهت الحلقة الأولى من الموسم الأول.